وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين عبر محور نتساريم، وذلك عقب تأكدها بأن الأسير أربيل يهود على قيد الحياة، مشيرا إلى أن هناك محاولات تجري الآن لإطلاق سراح الأسير أربيل يهود الاثنين في إطار صفقة محتملة. وكان مكتب نتنياهو قال أن إسرائيل لن تسمح بانتقال سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزات. للمزيد ينضم إلينا من الناصرة عبر تطبيق زوم السيد نظير مجلي، الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. انتهت هذه العملية التسلم والتسليم في مرحلتها لليوم، كيف تقرأ ما جرى خصوصا في جانب معركة الصور موازاة مع معركة الميدان التي انتهت مؤقتا بحكم الهدنة اليوم؟ مرحبا بك يا عزيزي وبالنسبة للمشاهدين والمشاهدات. يعني هنالك الكثير من العقبات التي كادت تنغص على المواطنين وعلى هؤلاء المحتجزات والأسرى أو الأسرى جميعا من الطرفين، وكادت يعني تفشلها، ولكن في نهاية المطاف طالما أنها نجحت وبدأ الأهل يحتضنون الغائبين عنهم، بعضهم يغيب أشهر وبعضهم سنوات وسنوات طويلة أيضا، فهذا المشهد يتغلب على كل شيء، لأن القضية الإنسانية في هذه الناحية هي القضية الجوهرية، وهي القضية التي تقف في رأس المشهد. والقلق طبعا قائم أن يكون هناك أن يكون هناك انعطافا سلبيا في الموضوع. أولا لأن الحكومة الإسرائيلية ما زالت غير مقتنعة بهذه الصفقة وتشعر أنها اغتصبت عليها، وهنالك قوة فيها تحاول أن تشد إلى وراء، ولكن هنالك قوة أيضا تدفع باتجاه إلى الأمام أيضا داخل الحكومة، لأنهم يرون أن الجمهور الإسرائيلي يخرج بآلافه فرحا وسعيدا، ويحتفل أيضا هو بإطلاق سراح البنات الإسرائيليات. هذا من الممكن أن يدفع أكثر أو يعدل أو يرجح كفة الميزان لصالح أولئك الذين يريدون النجاح في هذه الصفقة أسبوعا بعد أسبوع، وربما يؤثر ذلك أيضا إيجابا على المرحلة الثانية من المفاوضات. نعم، هذه الأسيرة التي دار نقاش بشأنها وجدل في الحقيقة، وهدد مكتب نتنياهو حتى بمنع الفلسطينيين من التوجه لشمال قطاع غزة من جنوبه. يبدو أن الأمر وصل إلى التسوية، وأعلن منذ قليل أن الأمر قد يبدو موضوع صفقة منفردة قد تجري الاثنين. هذه الخطوة وهذه العقبة كادت تنسف ربما هذه المرحلة المهمة. هل صار المجال الآن مفتوحا أمام المراحل المقبلة وهي التي قد تكون أشد تعقيدا؟ بما أن التجارب تقول لا شيء مضمون، فيعني نضع بعض تحت الحذر في التقديرات، وخصوصا وأن إسرائيل حتى الآن رسميا لم تعلن شيئا عن هذا الموضوع. أعلن فقط أنها لن تسمح بعودة الفلسطينيين. الأمور التي تتعهد فيها من وراء الكواليس وتقول فيها أنها سويت القضية والآن سيسمح للفلسطينيين بالعودة، هذه فقط في إطار بيانات فلسطينية. ولكن مهم بالتأكيد أن نشير إلى أن هذه مشكلة يعني مفتعلة. أولا لأن الصبية نفسها هي يعني توجد أسباب موضوعية لم يطلق سراحها بسببها. هذه الأسباب لا تتعلق بالمفاوض الفلسطيني من حماس. هذه الصبية موجودة بأيدي تنظيم سلفي يخضع للتأثير الجهاد الإسلامي ولا يعتبر ملتزما، ويحاول كما يبدو أن في اللحظة الأخيرة أن يمارس ضغوط على حماس، ولذلك قررت حماس أن تتجاهل. ثانيا الموضوع أسيرة بهذا النحو ووضعه أمام قضية عودة الفلسطينيين إلى الشمال أم لا يقبل من أي طرف من الوسطاء بما فيه الأمريكي. لذلك قرر أن يذهبوا في اتجاه إيجابي للمفاوضات حول الموضوع، إما بأن يكون هناك صفقة خاصة يوم الاثنين أو يطلق سراحا كما هو مقرر وحسب الاتفاقية في يوم السبت القادم. نعم.
سؤالي الآن عن منطق الربح والخسارة والكسب. من الرابح الأكبر في مثل هذه الصفقة وفيما جرى اليوم بالنظر إلى الأثمان الباهظة والأكلاف الباهظة التي دفعت منذ 7 أكتوبر، مع أن حق الأسرى في الحرية لا يثمن أو لا يقدر بأي ثمن في نهاية الأمر؟ نعم بالتأكيد الحرية يعني ثمنها غال جدا، ويستحق هؤلاء الذين خرجوا للنور إلى الحرية، يستحقون هذه الحرية ويستحقون الفرح والعودة إلى الحياة الإنسانية الطبيعية. الحياة داخل الأسر رهيبة، خصوصا في السنوات الأخيرة الأسر في إسرائيل تحول إلى كابوس جنوني، يعني يوجد نقمة يومية من هؤلاء الأسرى، ولذلك إطلاق سراحهم بدون شك له قيمته العليا. وهنا يجب أن يسأل السؤال لجميع أطراف الحرب: هل هذه الحرب كانت تستحق مثل هذا الثمن؟ يعني مثلا عندما يكون هناك أسير 39 عاما وكان يجب أن يطلق سراحه في صفقات أوسلو، اتفاقيات أوسلو نصت على أن يتم إطلاق سراح كل الأسرى الذين دخلوا إلى السجن في إسرائيل قبل الاتفاقية، وهذا واحد منهم، هم 6 أشخاص كهؤلاء سيتم إطلاق سراحهم في هذه الصفقة. فلماذا كل هذا التأخير؟ ولماذا إذا كانت إسرائيل معادية فعلا لحماس وعندها قدرة أن تسلمهم للسلطة الفلسطينية، فلماذا تقوي حماس على السلطة الفلسطينية مثلا؟ يعني هذه بعض الأمور التي تطرح، إضافة طبعا إلى الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب الفلسطيني في هذه الحرب الرهيبة، والذي أيضا هو لا يقدر بثمن. الرعب في الحياة الإنسانية المأساوية التي يعيشها كل إنسان في غزة اليوم هي أيضا لا تقدر بثمن. كل الشكر لك سيد نظير مجلي الكاتب والباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. شكرا.